ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة وبسعادة دايما يا رب. النهاردة جاية لكم بقى في فيديو كده سهل وسريع وبسيط، في 5 دقايق هتكوني عاملة صينية بسبوسة وتتشرفي بيها قدام ضيوفك. طبعا احنا كلنا بيجيلنا ناس كده فجأة مرة واحدة تقولك انا جاية في الطريق، يا اما تلاقيهم بتخبط عليكي. خلي عندك دايما كيس بسبوسة الجاهزة. انا بحب النوع دون، يعني ده اللي اتربينا عليه وعارفينه وضامنينه في العمايل، واللي بتحب اي نوع تجيبه. هعملها لك في 5 دقايق، يلا ونقول بسم الله وهنشوف عملنا احلى صينيه بسبوسه ازاي. نزلنا بمكونات الكيس، وهي كانت عايزه كوبايه زبادي وسط، وعليها انا بعاير بنفس كوبايه الزبادي كوبايه ميه، وهنحط معلقتين سمنه، ويا ريت يبقوا سمنه بلدي كده او زبده، هتدي بتفرق في الطعم خالص. ومعانا هنا نص معلقه بيكنج باودر، لا في لا ابسط ولا اسهل من كده. يبقى عندك بس كيس البسبوسه في البيت وهتعملي احلى بسبوسه في 5 دقايق. هنقلب الخليط كويس، والبسبوسه ما بتتعجنش، بتقلب بس كام تقليبه كده بحيث يتجانس كل الخليط مع بعضه. ما تقلبيش كتير قوي عشان ما تنشفش منك. دي نصيحة بقولها لكم. اهو قدامكم الخليط، بس قلبنا ودوبنا كل حاجة ببعضها. وهنا دهنين الصينية بتاعتنا، عايز تدهنيها بطحينة، عايز تدهنيها بحتة زبدة بلدي كده في منتهى الجمال، هتبقى احلى واحلى. اهو قدامكم الخليط بتاعنا، هننزل بيه في الصينية بتاعتنا. نزلنا بالخليط بتاعنا في الصينية وهنساوي كده ونظبط مع بعض. اهم حاجه ان احنا نسويها عشان خاطر ما يبقاش فيه حته تخينه وحته رفيعه. هنظبط الصينيه بتاعتنا وهنسويها تسويه حلوه قوي. اهم حاجه ان احنا نزلنا الخليط كله اللي في الصينيه، والصينيه بتاعتنا وسط، اللي عايزها تبقى رقيقه هيكبر شويه ياخد صينيه كبيره شويه. اهو قدامكم الصينيه بتاعتنا جهزناها ودبيناها دبه حلوه قوي، بحيث كل الصينيه تبقى متساويه مع بعض. رزعناها كام رزعه حلوين كده عشان تضمني ان الصينيه بتاعتك اتساوت. وعندك بقى حبه مكسرات زواقي، ما عندكيش زي كده، يلا على الفرن على الرف الوسطاني على درجه حراره 180. هتاخد معاكي نص ساعه 40 دقيقه، زي ما احنا يعني زي ما تاخد معاكي والفرن بتاعك. العدس شربات بتاعنا مفيش لا ابسط ولا اسهل من كده، كوبايه ونص سكر وعليهم كوبايه ونص ميه، وهناخدهم على النار. هنسيب الشربات بتاعنا ياخد غلوه كده والسكر يدوب مع بعض على النار، وهنشوفه كده زي ما احنا شفنا السكر داب خلاص. يلا هنعصر بقى عصرة ليمونة مع بعض وهنسيبه ياخد غلوة. وشربات البسبوسة بيكون خفيف ما بيكونش تقيل. وقبل ما نطفي هننزل عليه باكو فانيليا او حبة فانيليا سايلة اللي عندك اعملي بيه. والبسبوسة بتاعتنا خدت من تحت لون في منتهى الجمال، وعشان ما تتحرقش منك فتحنا الشواية من فوق وخدت اللون الذهبي اللي انتوا شايفينه زي الفل ده. الشربات سخن بيغلي، والبسبوسة طالعة من الفرن سخنة خالص. هننزل بالشربات على على البسبوسة كلها، انزلي بالكمية وما تخافيش. وده اللي بيفرق معاكي. والشطارة بقى انك تعرفي البسبوسة بتاعتك ناجحة ولا مش ناجحة. هنغطيها ونشوفها بقى نجحت ولا ما نجحتش. الحمد لله البسبوسة بتاعتنا، وبقولك على ضمانتي امشي بكل الخطوات اللي مشيناها مع بعض دي، سهلة وبسيطة. شربت العسل بتاعنا كله، وديت خطوة بتدلك على ان صينية البسبوسة بتاعتك ناجحة ان شاء الله. احنا عملنا مع بعض قبل كده البسبوسه المكرمله والبسبوسه العاديه اللي بدقيق السميد على طول، وقلنا نجرب الجاهزه بقى ايه لو ما عندناش دقيق السميد. اهو قدامكم البسبوسه في منتهى الجمال، وهنقطعها وهنشوفها مع بعض. والريحه كانت في منتهى الجمال. وزي ما قلت لك عندك حبه مكسرات حطي وانت قبل ما تدخليها الفرن. ما عندكيش زي كده بلاش، ما مش هتفرق معانا. عندك قشطه قطعي وحطي حته قشطه فوق البسبوسه، عندك ايس كريم حطي حته ايس كريم على البسبوسه. ودلعي لو عندك الامكانيات. ما عندكيش زي كده وقفلت معاكي وعايزه تعملي حاجه حلوه، صينيه البسبوسه ويحمدوا ربنا على كده. اهو قدامكم البسبوسه بتاعتنا طلعناها، وكل ما هتقعد وتبرد هتكون احلى، مرمله وفي منتهى الجمال. اللي بيحبها رقيقه يعمل الصينيه تكون اكبر في المقاس من اللي احنا عاملينه ده. اهو قدامكم طعمها في منتهى الجمال، ولونها وريحتها خطيره تجنن. اهو قدامكم الشكل لوحده بيتكلم عن نفسه. مرملة وفي منتهى الجمال، وسهلة وبسيطة ومش مكلفة قوي على قد ما هتشتريها من بره. طبعا لو اشتريناها من بره هتكون غالية. فهنجمع ولادنا كده كيس البسبوسة و... وهنلم الولاد، وربنا يرحمنا برحمته يا رب. الايام ديت وتعدي على خير يا رب، اللهم امين يا رب. اهو قدامكم البسبوسه عملناها، مفيش لا ابسط ولا اسهل من كده. والشكل لوحده بيتكلم عن نفسه، متهيألي في منتهى الجمال. وما تنسونيش بقى باحلى حاجه منكم الدعوه، واللي ما اشتركش ينزل يشترك ويفعل الجرس عشان يوصل لكل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.